السلام عليكم. لو سألت أي حد نفسه يعدل شكل أسنانه أول حاجة هيفكر فيها هي تقويم الأسنان، لكن مش كتير اللي يعرف فعلا إزاي تقويم الأسنان بيشتغل وليه ساعات بيحتاج وقت طويل، وليه حتى في ناس بتتحمس تعمله وناس تانية بتخاف منه. هنتكلم عن كل حاجة تخص التقويم سواء تاريخه أو أنواعه بيشتغل إزاي وحتى المشاكل اللي ممكن تقابل أي حد مركب تقويم أو حتى بيفكر يعمله. أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. أغلبنا فاكر إن تقويم الأسنان حاجة حديثة، لكنه في الحقيقة موجود من أيام الفراعنة. أقدم دليل على محاولة لتعديل الأسنان بترجع للعصر الفرعوني. العلماء لقوا مومياوات مصرية كان عندها أسلاك ذهبية حوالين الأسنان شبه التقويم الحديث اللي موجود دلوقتي. كمان الرومان القدماء كانوا بيستخدموا شرايط معدنية عشان يشدوا الأسنان، وكان عندهم أطباء متخصصين في علاج الفم والأسنان. وفي القرن ال 18 بدأ أطباء الأسنان الأوروبيين يطوروا أجهزة لتعديل السنان، وكانوا بيستخدموا الحرير والفضة عشان يصنعوا التقويمات في الأول. وفي القرن العشرين ظهر أول تقويم معدني حديث، وبعدها بدأ التطوير المستمر اللي وصلنا بعده لتقويمات شفافة وذكية جدا. يعني لو كنت عايش في زمن الفراعنة أو الرومان كان ممكن جدا تلاقي نفسك بتلبس تقويم فرعوني مصنوع من الذهب. تقويم الأسنان مش مجرد تجميل، لكنه علاج مهم جدا لحالات كتير، زي حالة الأسنان المتزاحمة ودي لما يكون الفك صغير والأسنان مش لاقية مساحة كافية فبتطلع بشكل عشوائي، أو حالة الأسنان المتباعدة ودي لما يكون في فراغات بين السنان بتسبب مشاكل في النطق والأكل. كمان لو الشخص عنده مشاكل في العض زي العضة المفتوحة أو العضة العكسية اللي ممكن تسبب صعوبة في المضغ وتشوه في الوجه مع الوقت. التقويم كمان لو حد عنده مشاكل في الفك، يعني بعض الناس عندهم ميل غير طبيعي في الفك العلوي أو السفلي، والتقويم بيساعد في ضبطه وتحسين شكله. تقويم الأسنان مش نوع واحد لكنه متنوع حسب درجة المشكلة والتكلفة وحتى الراحة الشخصية لكل شخص. أول نوع هو التقويم المعدني، وده أكتر شكل منتشر وبيتكون من دعامات وأسلاك معدنية مرنة جدا بتشد الأسنان بالتدريج. مميزات النوع ده إنه أكتر نوع فعال في تعديل الأسنان حتى في أصعب الحالات، وكمان سعره أرخص من كل أنواع التقويمات التانية، وده بيخليه متاح لمعظم الناس، وغير كده الطبيب بيقدر يتحكم فيه بسهولة ونتائجه بتكون مضمونة. لكن عيوبه إنه واضح جدا في الفم، وده ممكن يسبب إحراج لبعض الناس، وممكن كمان يسبب جروح أو تقرحات في الفم خصوصا في البداية، وبيحتاج اهتمام كبير بالنظافة لأن الأكل بيتراكم حواليه بسهولة. تاني نوع هو التقويم الشفاف، وده نفس فكرة التقويم المعدني لكنه مصنوع من مادة شفافة أو لونها بلون الأسنان عشان ما يبقاش باين. مميزاته إنه بيكون مش باين قوي زي المعدني، فبيكون حل وسط بين النتيجة الكويسة والمظهر الجيد، وكمان بيكون فعال تقريبا بنفس كفاءة المعدني في تعديل السنان. لكن عيوبه إنه أغلى من المعدني بفرق واضح، وأضعف منه كمان وممكن يتكسر بسهولة. كمان الأسلاك ممكن يحصل لها تصبغ مع الوقت لو المريض بيدخن أو بيشرب حاجات زي الشاي والقهوة. تالت نوع هو التقويم الداخلي، وده بيتم تركيبه من الجهة الداخلية للسنان من ناحية اللسان، فبيكون مخفي تماما ومحدش بيشوفه. مميزات النوع ده انه بيكون مش باين خالص، وكمان بيشتغل بنفس كفاءة التقويم المعدني في تعديل السنان. لكن عيوبه انه غالي جدا مقارنة بالانواع التانية، وممكن يسبب ازعاج او صعوبة في النطق في البداية لانه قريب من اللسان، وكمان تنظيفه بيكون صعب جدا لانه في مكان داخلي. آخر نوع هو التقويم المتحرك، وده عبارة عن قالب شفاف مصنوع من البلاستيك بيتلبس فوق السنان وبيتغير كل فترة عشان يحرك الأسنان تدريجيا. مميزات النوع ده إنه مش باين خالص، وكمان مريح جدا لأنه مش ثابت والمريض يقدر يشيله وقت الأكل أو غسل السنان، وكمان أسهل في تنظيفه من التقويمات التانية. لكن عيوبه إنه مش مناسب لكل الحالات، وبيكون فعال أكتر في التعديلات البسيطة أو المتوسطة لكنه مش فعال في الحالات الصعبة، وكمان مكلف جدا مقارنة بالأنواع التانية، ولازم المريض يلبسه 22 ساعة يوميا عشان يشتغل بكفاءة يا إما العلاج هيطول. كل نوع عنده مميزاته وعيوبه، والطبيب هو اللي بيحدد أفضل نوع حسب حالة أسنانك وحالتك المادية. قبل ما تركب التقويم في شوية خطوات لازم تعملها عشان تضمن إن العملية هتنجح وتاخد نتيجة ممتازة. أول حاجة إنك بتروح لطبيب الأسنان عشان يقيم حالتك ويشوف إذا كنت محتاج تقويم فعلا وإيه النوع المناسب ليك. بعد كده الطبيب بيعمل فحص شامل للأسنان واللثة عشان يتأكد إن كل حاجة سليمة. بعد كده بيحدد المشاكل اللي محتاجة علاج زي تزاحم الأسنان أو العضة الغير متناسقة أو أي تشوهات في الفك، وبعد كده بيقترح لك أفضل نوع تقويم ليك حسب حالة أسنانك وحالتك المادية. بعد الفحص الطبيب هيطلب منك تعمل أشعة للأسنان والفك عشان يقدر يشوف وضع جذور الأسنان وعظام الفك، وهل في ضروس عقل مدفونة ممكن تسبب مشكلة أثناء التقويم، وهل هتحتاج لخلع أسنان معينة عشان يكون في مساحة كافية لتحريك الأسنان ولا لأ. قبل ما تركب التقويم لازم تكون الأسنان واللثة بحالة صحية وكويسة، عشان كده الطبيب بيطلب تنظيف جير الأسنان عشان يقلل تراكم البكتيريا أثناء فترة التقويم، وكمان علاج التسوس أو حشو الأسنان لأن التقويم ممكن يخلي تنظيفها صعب بعد كده، وحتى علاج مشاكل اللثة لو عندك التهابات لأنها ممكن تسبب مشاكل أثناء التقويم، وكمان لو الفك صغير والأسنان مزدحمة ممكن تحتاج تخلع بعض الأسنان. بعد ما تركب التقويم هتحس بألم وضغط على الأسنان، لكن ده طبيعي وهيروح بعد أيام قليلة، وممكن تستخدم مسكن خفيف لو الألم شديد، ومهم جدا تاكل أكل طري وسهل.
كمان مهم جدا تشرب مية كتير وتحافظ على نظافة التقويم عشان تتجنب أي التهابات أو تسوس. تقويم الأسنان بيعتمد على فكرة بسيطة لكنها عبقرية جدا. الفكرة هي تحريك الأسنان تدريجيا لمكانها المناسب عن طريق الضغط عليها. العملية دي بتحصل على مراحل وبتاخد وقت لكنها بتجيب نتيجة ممتازة ودايمة على طول. أول حاجة هي تركيب الدعامات، ودي القطع المعدنية أو الشفافة اللي بتتلزق على السنان وهي اللي بتمسك الأسلاك المسؤولة عن الشد. بعدها الطبيب بيربط الدعامات بأسلاك معدنية مرنة، ودي اللي بتكون مسؤولة عن الضغط التدريجي على السنان. وبعد كده كل فترة، عادة كل شهر أو 3 أسابيع، الطبيب بيعمل جلسة متابعة ويشد الأسلاك أو يغيرها حسب حالة سنانك. أثناء كل ده العظم اللي بيمسك السنان بيتفاعل مع الضغط ده وبيبدأ يروح في الاتجاه اللي الأسنان بتتحرك ناحيته، وفي نفس الوقت عظم جديد بيتكون في الاتجاه المعاكس عشان يثبت الأسنان في مكانها الجديد. آخر حاجة بتكون مرحلة التثبيت، ودي لما خلاص التقويم يعمل وظيفته. الطبيب بيشيل الدعامات وبيطلب من المريض يلبس مثبت الأسنان لفترة معينة عشان السنان ما تتحركش وترجع لمكانها القديم. كل ده بيتم بشكل مدروس عشان الأسنان تتنقل لمكانها الجديد بشكل طبيعي من غير ما تسبب مشاكل في اللثة أو الفك، وعشان كده التقويم بيحتاج وقت وصبر، لكن النتيجة في الآخر بتكون تستاهل كل التعب. كتير بيسألوا هل التقويم بيسبب ألم؟ الحقيقة إن الألم في البداية طبيعي جدا وبيحصل بسبب إن الأسنان بتتحرك لأول مرة بعد سنين من الثبات. الألم بيكون بسيط في أول أسبوع بعد التركيب أو كل مرة الطبيب بيشد فيها التقويم، لكنه مش بيكون مستمر. لكن ممكن تاخد مسكن خفيف لو الألم شديد، وتشرب مشروبات دافية لتخفيف الضغط، وتحاول تاكل أكل طري زي الشوربة والزبادي في الأيام الأولى. وبعد أسبوع بالكتير جسمك بيتعود ومش هتحس بأي مشكلة. وجود التقويم بيخلي الأسنان عرضة أكتر لتراكم الأكل، عشان كده لازم تهتم بنظافتها كويس، وتحاول تغسل سنانك 3 مرات يوميا، وتستخدم خيط الأسنان لإزالة بقايا الأكل بين الأسلاك. ومهم جدا تبعد عن الأكلات الصلبة زي اللبان أو المكسرات عشان ما تكسرش التقويم. كل ده بيساعدك إنك تحافظ على صحة سنانك وبيمنع التسوس خلال فترة العلاج. بعد إزالة التقويم الأسنان بتكون في مكانها الجديد، لكن المشكلة إن الأسنان بتحاول ترجع لمكانها القديم، عشان كده الطبيب بيدي المريض مثبت يلبسه لفترة عشان يثبت السنان وما تتحركش تاني. لو المريض أهمل في لبس المثبت ممكن كل التعب يروح والأسنان ترجع لمكانها القديم تاني. أغلب الناس بيعتقدوا إن التقويم للأطفال بس، لكن الحقيقة إنه مناسب لكل الأعمار. أفضل وقت لعمل التقويم بيكون للأطفال لأن العظام بتكون لسه بتنمو وسهل تعديل الأسنان. والبالغين كمان ممكن يعملوا تقويم، لكنه بياخد وقت أطول شوية عشان العظام بتكون صلبة أكتر. أغلى تقويم في العالم مصنوع من الذهب والألماس وسعره بيتعدى $150,000. كمان 90% من المشاهير اللي عندهم ابتسامات مثالية عملوا تقويم في فترة من حياتهم. أول شخص عمل تقويم شفاف كان الممثل توم كروز في أوائل الألفينات. كمان أنجلينا جولي استخدمت تقويم معدني في سن المراهقة عشان تظبط سنانها، وحتى كريستيانو كان عنده أسنان غير متناسقة قبل ما يعالجها بالتقويم. وغيرهم كتير من المشاهير استخدموا تقويم الأسنان، وبعضهم كان عنده مشاكل كبيرة قبل ما يعالجها. مع تقدم التكنولوجيا العلم بيشتغل دلوقتي على طرق جديدة لتعديل السنان بدون الحاجة لأي تقويم، زي تعديل الأسنان بالليزر أو حتى التقويم الذكي. تقويم الأسنان مش مجرد موضة أو رفاهية، لكنه علاج حقيقي بيحسن الصحة والمظهر في نفس الوقت. سواء كنت بتعاني من تزاحم الأسنان أو مشاكل العض أو حتى عايز ابتسامة أجمل، التقويم ممكن يكون الحل المناسب ليك. والرحلة ممكن تكون طويلة شوية، لكن النتيجة النهائية بتكون تستاهل. ولو بتفكر تعمل تقويم ممكن تسأل طبيب أسنان متخصص وتبدأ من دلوقتي، وما تنساش إن أهم حاجة إنك تلتزم بنصايح الطبيب عشان تلاقي نتيجة ممتازة. أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.